السلام عليكم يا جماعة. اليوم احنا حنشوف 5 فيديوهات لناس عندهم حظ مرة أسطوري، و5 فيديوهات لناس عندهم حظ مرة سيء. فلا تنسوا تضغطون على زر اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ بأول موقف. طبعا هذا الكفر لو جاء في الجوال حق هذا الشخص خلاص الشخص أكيد بيزعل. جماعة شوفوا الكفر كيف كان منطلق. الشيء الوحيد اللي زعلني اللي هو صاحب المحل جنبه، يا أخي محله ينكسر كده. ويلا الحين على الموقف الثاني. هذا واحد يعني الحين لو غلط أي غلطة خلاص على المستشفى. طبعا لو أنا وخويي لو كنا كده خلاص المستشفى لحالها تجينا كده على طول حتى من دون ما نتصل لهم. فيعني حظهم مرة أسطوري. هذا واحد كان يبغى يروح بسيكله بس حظه مرة أسطوري وقدر يعدي من هذه الشجرة اللي كانت حتطيح. طبعا أنا لو كنت مكانه الشجرة حتطيح وكل شيء حيطيح. شيء زعلني في هذا الموقف إن خويه طاح، خويه الثاني اللي وراه أتوقع إنه طاح. هذا شيء أكثر شيء ضحكني وزعلني في نفس الوقت. ويلا الحين على الموقف اللي بعده. هذا واحد حظه مرة أسطوري، قلت القوفة وما أدري إيش هذه ما صقعت في راسه، صقعت في راسه خلاص راح فيها. تعرفون كرة المثلثات بحطها هنا، هذه وصقعت فيك خلاص أنت رايح فيها، راسك ودع الملاعب. تبون تقدروا تعبي يا جماعة، لا تنسون يا جماعة إن هذه الأشياء إذا سويتوها راح تقدروا تقدروا تعبوه بزيادة كمان. إنكم في البداية تحطون اشتراك وبعدين لايك، وبأنا كده خلاص أنا كده فرحان. والله الحين على الموقف اللي بعده. هذا واحد كان قاعد يصطاد، فجأة هذا الشيء السمكة الكبيرة هذه جته. طبعا أنا حظي يعني مستحيل يجيب لي سمكة، بس لو جاب لي سمكة مع إنه مستحيل حيجيب لي قرش ياكلني حرفيا. ويلا الحين على المواقف ال5 السيئة، يعني أسوأ أكثر 5 حظوظ سيئة. ويلا الحين let's go. طبعا زي ما قلت لكم إذا تبون إنكم تقدرون تعبي لا تنسوا يا جماعة تضغطون زر اللايك والاشتراك، كذا انتم قدرتوا تعبي حرفيا. ولو تبوني اني انزل زيادة كمان من هذا المحتوى وصل هذا الفيديو ممكن 20 لايك وشو اضغطوا اشتراك يا جماعة. عاوزين نوصل 10,000 قبل شهر 2 يوم 15. لو نوصل حكون مرة سعيد. فيلا يا جماعة يلا نشوف أول فيديو. هذا واحد كان قاعد يحاول يصطاد، بس المرة هذه كان حظه سيء. اصطاد بس المركب راح فيها. طبعا يعرف يسبح هو وقدر ينجو، لكن لو أنا مكانه أصلا حغرق حرفيا وأنا في البحر. الموقف الثاني والحين نروح على الموقف الثاني. هذا واحد كان قاعد يقطع الأشجار وسبحان الله طاحت الشجرة كاملة على هذا الرجال. الغريب إنه ما مات بس جاء على رقبته. كيف يا أخي كيف؟ من جد كيف يا جماعة؟ اللي عنده يعني شيء يفهمنا كيف كذا. هذا واحد زي أخونا اللي قبل طاحت عليه الشجرة. شوفوا هذولا قاعدوا يسحبون الشجرة عشان تطيح، وما أدري ليش. يعني لو جابوا حبل سميكه كويس ممكن ما أدري، بس طاح. تخيل طاح على هذا ولا اتحرك عادي. يعني كيف؟ هذا الشيء الغريب. أنا مكانه كنت حموت أصلا، استغفر الله. طبعا هذا نطة ونط بهذا. المصيبة إني جت على مكان حساس جدا وانتوا تعرفوه. المهم هذه كمان جت على نطة اوكي جت على وشه المرة هذه صراحة توجع مرة. فيلا سكو. طبعا خوينا هذا انا ما ادري عنه هو كيف، هو كويس سيء ولا ايش بالضبط، انا ما ادري عنه ولا شيء. بس اللي اعرف انه الاول جاء عليه مكان حساس مرة حساس يعني، والثاني جاء على وشه. تخيل على تيجي عصاية على وجهك يا أخي كده يكون شيء مرة مؤلم مرة مؤلم. فالمهم الحين احنا تقريبا كده خلصنا الفيديو. إذا حبيتم هذا الفيديو وتبون أجزاء أكثر منه، يعني حابين من جد إن تشوفون كده مدري إيش، لا تنسوا تضغطون على زر اللايك والاشتراك يا جماعة ودعموني كثير في هذه القناة. وعشان أوصل على مشتركين أعلى
ويعني ننافس برضو. فيلا يا جماعة المهم، ويلا سلام يا أساطير. طبعا للي مهتم بس انه يعني يشوف هل احنا فزنا في هذه الجولة ولا لا. طبعا قتلت الاول من قبل ما يعني يسوي التصوير، فهمتم؟ وحطيت الثلجة هذه عشان اقدر اعبي دمي، والحين انا بروح ابش على هذاك. طبعا اضطريت انه اعبي دمي مرة ثانية لانه في واحد ضربني بالرياح. فيلا الحين احنا انا بروح عليه لانه احنا اثنين هو واحد، ولو بربرته عادي لانه هو طلق وخلص. بس جو احنا كده خلصنا الثاني على الثاني، وشكلي بروح اخش على الثالث. ايوه شكلي بروح اخش عليه، ولو خويي قتل واحد وانا قتلت واحد خلاص احنا كده فايزين الجيم رسميا. بحاول ارمي عليه قنبله، ارمي احا يا جماعه. ما في ثلج عندي، توقع لا عندي ثلج، موت خلاص. اخر هذا الكل الاخير انا قتلته، واحنا كده فايزين في الجيم يا جماعه. فيلا ليتس جو. طبعا لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك والاشتراك، وانا قاعد 15 كل مره حلو الصراحه. وحصلت على النجمة 17. انا مرة فرحانة الحين، وتبون تزيدون الفرحة تحطون لايك واشتراك يا جماعة، لاني مرة تعبت على هذا الفيديو. ويلا سلام يا اساطير.